قال نبي ربي نجي في هذا الحديث ذكر الأماكن التي يصلى فيها والتي لا يصلى فيها بوتا كيستي صلاة اياممو في كان كيستي صلاة اياممني الدام باسوتو حديثو وانمنو تغنا اتسينو تجرو خنان كيستي نوجر قال صلى الله عليه وسلم الأرض كلها الأرض دتين جي نبي ربي كلها شفتم ما نسيتو يا أي محل سجود محل صلاة جتابر بك صلاتاتي مسجد جتو محل السجود جتودا والمراد منه محل إيه صلاة بك صلاتاتي جتودا إلا المقبرة. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة إلا المقبرة مقبرة ملي مقبرة ملي محلي قبري مليه هاي مقبرة ملي جتون قبروت ملي جتودا والحمام. قبروت وقو جنة ديتي نمنتي أوالم لفا قبري ملي جتون بكا نمنتي أوالم قبروتا مقابر وقو جنو لفتي نمني إرتي أوالم ورتي صلاة مون انتو قاعدة قبروتا جرامي كليلي قبروتا جرابر لفتي كون ايه كان ماليت كان مقابري تكجام النجيني تكاد بكا قبري اقبا يكان الرس صلاة نورغما واي قبري تدياتني صلاة نتعافين توسنا دي سبيرات يام غنات تدوفنا سن اما كون كليلي دتي قبري ارت صلاة نورغاجر دتي قبري رت صلاة نورغما دا مقبرة وجوجاني قبروتا جتودا يوكاو محلي قبري جتودا قبروتا مليه والحمامة حمامة ملي جتودا بكا إقانسا مليه جتودا منا إقانسا تاو بكا من ننجر بكا نمني تلقى وي جرانان بكا إقانسا تاو بكا إقانسا يوكاو منا إقانسا مليه جتودا أكا منا بانيو شاور بيت منا غرتي بانيو دا خجا مكان هاي كان حمام جتون أصلي لغاتي بكا بشان أواد أن اتريكتنين حمام جام إلا الحمام بكا ديكان ساملي منا ديكان ساملي ماري حديثة كان الراواني نتارغنو دتي هندتو صلاة نتا إلا المقبرة قبروتا ملي والحمام منا ديكان ساملي مني ديكان سايو هاقا فدي بريدا أولي اتصالاتون انتو خبيا خينيا خندرانو في فوق شاشا خبيا برومو مني بيا إثيوبياتو حمام سانين بريدو من أكسي اللي ما انتانيتو أبو خنسلا مال قبا خينيا بريدا رأيتي الله أكبر التنجيني نصيبه مني منو مساقراتي دوبو باب مسألة جنازات ربنا تلفنا طيب ولما حديث كان كيسا باسيت ننجرا وهذه من الأماكن المنهية عن الصلاة فيها جام كتابا فقهي قرين الأماكن المنهي عنها بوتا إسي كيسة صلاة نورغمات جت دان بوابو إذن أصلي مسجد اللي تودتي خنرا لكن استثنى منها هذه الأماكن بقولين أما دودبان نكون كيسا بافمتي شريعان نورجي جرا تقفى مقبرة لما فا حمامة قنات نوروفا كمبرا صفات نوروفا مبارك الإبل بكا قال لي قرتيج إيسو وقا بشان نوغي والديبي بكا هورين وقا بشان را والديبي إيسو جرابر تكا هوري ايدني بيتات هوري وقولا قبوسا هورين كور هقول وقي والديبي حاجة تكو بكات إيسي هارا بابا تجير أكسا نتك هنقالات نورغما كوري بران نورغمو بكولين قرتي معاطن الإبل جانيني مورا قالا يوكان بكا قال لي كيسا تتيسو جيتشودا بكولي أكسي رسول ربي شيطان بكا شيطانات جاء ندورغا أكمت بكا شيطانات انجام نبي ربي جي خلاص أن تؤمن به اتيامنو قف حمامة
akkasuma ganaatti dhufaa jirra gaa mana sagaraa jetta waa heddutti dhufaa jira insha allahu taala mi amma ka fudhanne kana sanada isaa laallu rawaahu tirmiziyyu حديث كان الترمذي توديسني وله علة قال الحافظ رحمه الله وللحديث علة حديث كنت قاقبا جتودان حافظ حديث تتقني بر دبرو بربادن غرو حديث تتقني بر دبرو بربادون إساني فرتمن قبو حديث كن ثبتا حافظ وله علة جي وغو بر دبرو حديث تقو بربادت آتا أمو حديث ثبتا درجة الحديث الحديث حسن أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقد اختلف في وصله وإرساله تقان حديث حديث نكم مرسل ما رفعه التابعي وأن تابين ودو أبي سعيد دبتين الفور مو حديث نكم متصلا مرفوعا كان جورتي ورين حديث كان أوديس ولبن فرواه حماد موصولا حماد حديث كان أبي سعيد دبتي رسول التقلتي ورواه الثوري سفيان الثوري حديث كان أوفي أبي سعيد ندو مكانوين رسول التقلفت ورواية الثوري أصو ثوري لمو أما تقال يوجن ثوري تقال ثوري ناقال ملي أما دي سقاوان تيف زيادات زيادة سقات مقبولة جنان وأثبت قال الدار قطري المحفوظ المرسل ورجاه البيهقي ونقل ابن حجر في التلخيص عن صاحب الإمام قال حاصل ما علل به الإرسال وإذا كان الوصل له ثقة فهو مقبول تلخيص كست حافظ اللين حديث كن نسبة جتوم دبتي تجر قال المناوي في فيض القدير قال الترمذي في اضطراب وتبعه عبد الحق الإشبيلي وضعفه جمع وقال ابن حجر حديث مضطرب حافظ ابن حجر في فراي نساء ولا دبا يرو غري حديث مضطرب جاء يرو غري حديث مقبول جاء وقال أيضا الرجال ثقات لكن اختلف في وصله وإرساله وحكم مع ذلك بصحته الحاكم ووافقه الذهبي وصاب ابن حبان وقال ابن حجر أيضا في التلخيص له شواهد تلخيص كست حديث نكون رقاوان قبوب نرقا جتشوم أخيك مس وقال ابن تيمية أسانيده جيدة ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه نموني حديث نكون تقاق بجان طرق حديث كنا هندلالني وليوان غيني في ملئ أدو هندلالني ولينغان أكا حديث نسبتات الرتملت وصحاو الألباني إمام الألباني ولينغيت جرا حديث نسبتات رجي وأشار البخاري إلى سياتي في جزء القراءة وهو الأقرب بخاري لين كتاب جزء القراءة جاء مكيست حديث نكون سبتات رجي كان حديث نكون داندوله الدوان وديفمه سبتات رجين رواه الترمذي في باب ما جاء أن الأرض كلها مساجد إلا المسجد إلا المقبرة والحمام وابن ماجه وقال الترمذي وهذا حديث فيه اضطراب فقد رواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبي عن النبي مرسلا ورواه مرفوعا حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكن صحح الألباني الحديث عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الترمذي للإمام الألباني وفي الإرواء للإمام الألباني التكيسة حديث نكون جبات وإساء دان دولي إساء ولقوري أغرسيسة تجراج كان حديث نيغا سبتات مقبرات صلاتون انتهوا حمامت اللي صلاتون انتهوا جن أما قبرو لفا قبري رت صلاة الجنازة هو كان جئوا ورقريني بقاجة ورقرين بقاو جانو تهم بقاو ورجعوا الرأي مالي ونكيسا خصص انجروا جيتشون لأنه ليس هناك مخصص يخصصه ولذلك قلنا لا يجوز الصلاة حتى صلاة الجنازة في المقبرة مقبرة رت صلاة انتهوا أما الصلاة على القبر أمو نمني دو إيه سدرتيو وعالمك قبري ردكني صلاتون وذلك ثبت بحديث دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه رسول ربي نو صلاة نتدو وان صفي قوني جتو أصابا وان دبتنيف سن كيسابة وعن ابن عمر سوسي وعن ابن عمر نعم رضي الله عنه آية قال نيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجمان الله ندرجم أن يصلي صلاة مرة درجم 7 مواطن أي في 7 مواضع بكولي تربة صلاة مرة درجم المزبلة بكا ديكيتي صلاة مرة ندرجم المجزرة بكا قلما يوكان كيراجي أمتي صلاة مرة ندرجم والمقبرة بكا مقبرة قبروتات صلاة مرة ندرجم وقارعة الطريق ديما ما كرارة صلاة مرة ندرجم من قدين من ردي مجتشودا والحمام خنم نرندم نركون قبو والحمامي من دكان ساكيسة صلاة راني درجم ومواطن الإبل بكا
gaalli ciciisuun keessatti jechuudha salaatu irraa ni dhorgeeya bakka ciisowwan macaaxin jamu macaxanin jechuudha bakka ciciisowwan gaalaa bakka ciciisowwan gaalaa keessatti salaatu irraa rasuuli ni dhorge وفوق ظهر بيت الله gubbaa mana allah yookiin gubbaa ka'baatti salaatu irraallee ni dhorge gubbaa ka'baatti salaatu irraallee ni dhorge kun egaa bakkoolee torba hadiisni kun yoo sabate bakki kun hundinuu dhorgaara yoo hadiisni sabatin wanni gargaarsa qabu ni sabata wanni gargaarsa hin qabne dhorgaa miti jechuu dandeenya rawaahu tirmiziyyu hadiisa kana tirmiziin odeesseeti hadiisa kana laaffiseeti jira ضعيف جرا جيتشو دبته حافظ ابن حجر وهذه إشارة من الحافظ إلى أن إسناد هذا الحديث ماذا ضعيف جيتشو تأخيكو حافظي جيتشو ميغا كما قرنا براتي مع الفكاتة كان جنو تديبي وبربان درجة الحديث ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه والطهوي والبيهقي عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين النافع عن ابن عمر قال البيهقي تفرد زيد بن جبيرة إسناد حديث كان كيست زيد بن جبيرة تجرى قال البخاري منكر الحديث جدا نمت كنا ما كان حديث نساء منكرات جتون ما كان ضعيفات فرتمن قبو جتو صدر كامت روكا تجر وقال الترمذي ليس بالقوي وقال ابن عبد البر أجمعوا على ضعفه قال الحافظ متروك حديث نكون غرغار ثاني لا ينكو إيغا غرغار ثاني كان وانا حديث كان الراسل أبربانو حديث برو راوان أرغنو كان ما تمانو درب يجو حديث ضعيف كن درب ميجرة أما وني إني سلا دبته قرأ حديث براتي يغنينا حديث آخر المقبرة والحمام يغنينا حديث أبي سعيد المتقدم الذي رواه الترمذي مقبرة في أمامة صلاة انتو جيتو حديث أبي سعيد كدبر الراو أرغن نيجر أما المجزرة ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله وقارئة الطريق كان حديث برار راني أرغن مجزرة اتبر بادن معاطن الإبل حديثني أرغني جرى نعم كم معاطن الإبل واي معاطن الإبل حديثني قرتيغا أرغو نجرى هاي معاطن الإبل حديث أرغو جرى مي حديثني سن كم كجن يوتات عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلي في مرابض الغنم مرارئ كتتن إن صلاة يا رسول ربي قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا موراق على كيستو جنان لا وأقرب ما يقال في علة النهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل بكولي قال تجيسون كيستن صلاتنا فإنها من الشياطين قال لكم شيطان الرأي فلا يبعد أن تصحبها الشياطين وتكون مباركها مع ولي الشياطين فمنعت الصلاة فيها لأجل ذلك كما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة في المكان الذي غفلوا فيها من صلاة الصبح وعلى ذلك وعلل ذلك بقوله ذلك مكان حضرنا فيه الشيطان. إذن معاطن الإبل أرجن نجر حديثا الأرجو والحديث صحيح أخرجه مسلم جنان كما معاطن الإبل مسلم تودس كان أبو سدي أرجن مالني حمام مالني مقبرة مالني معاطن هذه الثلاثة كان سدين الترجنيت جراكبي غربراتين وان إني حديثني كون كاسين ودبت كيسا مزبلة مجزرة قارئة الطريق واترجتو تنجرو وفوق ظهر بيت الله كان اللي واترجتو تنجرو جتال كانوا مافو إجاوان اتأرجن كيسا يوتا تتجرتو بكا سقرافا ويسمى الحش والكنيفة والمراحض من سقراجتونا ولا تجوز الصلاة فيها سنرى مال ترق نبي ربيتو فعن زيد بن أرقم أن رسول الله قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث كنافو كني أكيت صلاة دند أمني نو أجر سيسا إذن wantoota kanaan alatti jiran gaalli shayxaana irraa ija nabiin rabbi shayxaana irraa jechuun kuni shayxaanat itti saahibee deemaa jechuuti basaran ahlul ilmiin yaani tasahabu ashayaaxiin shayxaanni biran dhabamu jiran xabiicaa gaala kana waan ta'eef bakka gaalli ciisutti yoo salaatte shayxaana santu si waswaasaaf itti salaatuun si dhorgama gaflaa sitti buusa
وقيل خلقت من شيطان، وقيل في ركبتيها شيطان. يقول ابن القيم في أرجو جلبة إسيلة مان كيست شيطان الجرا، والله أعلم. كان تفسير إسارة رب ما بيكا على كل حال إسين شيطان الراجي إرجر رسول ربي عليه الصلاة والسلام. كنافو إن شاء الله تعالى وننتي أرقتات ننجر من الأماكن المنهي عنها الصلاة فيها. بقولي إسي كيست صلاة أرقمات خنجامات ننجر المقبرة والحمام ومعاطن الإبل والحش الحشوش الكنف سقراء بقولي كان كيستي صلاة ننجرتو. أما قارئة الطريق وفوق بيت الله ومجزرة والمزبلة يحتاج إلى دليل. رقان برباد جدت لكم. نعم. وعن أبي مرثد أبا مرثد رانسي أوديسم. الغنوي وثم بعد هذا شرع الحافظ رحمه الله في ذكر النهي عن استقبال المقبرة، عن استقبال القبور. قبروت التقرقلني صلاة الأورقمادا، وهذا وأنت في خارج المقبرة. أتك أبروتان دتك أبريتين على الأبتيتما كارك أبريت تقرقلتي صلاتونو، يعني قبري في اللفيتي كيس جرى القبر في جهة إيه؟ قبلة. جهة قبرين جهة قبلة تجرى، وهذا لا يجوز. سيفن إيه موجود. كما أنه لا يجوز حول القبور. نوم قبرين جرتو صلاة أكما دورقم. نعم دان قمت أدى لفتنو ولد أتقرتيغا ديتشو برارة أبتي لا يجوز أن تصلي إلى القبور. غرق أبروتات غرقلون غرقلو جتشون كن هنگم توكو ديرو هنگم توكو قبري تغرقلي جميل العالم. هذا يعتبر بالعادة باللغة بعرف الصحابة أعداء أصحابات أبلو ماريو تغرقلي وقوجن وان هنگم توكون جامع يوجن. فسر الإمام الشافعي عرفين أصحابنا أبلوانا كانت تغرقلي كان جامو أدري دربنا أقاتي جي إمام الشافعين. عرفي قرتي جراتي يعني عرف أهل العلم، عرفي أهل العلم تي لكي دربنا أقايو أما اتقرقلتي اتقرقلي جراجم كان أفو مالتو قبنمت أبعد من رمج الإيه؟ حجر. دربنا أقاتو قرى سيقو قبنمت الرافقاتو قباقا سنتو قرى يوك أدري قرتي قاقات أربان دربنا أقاقنا الرافقاتي اتقرقلي جامو جيتو. وهكذا نعنو قبري تلي صلاتون كان نرغمو خنومان قدرم إن شاء الله. مسألة كانت تديمات ننجرة ميدورة متني سافدا. وعن أبي مرثد الغنوي وعن أبي مرثد الغنوي أبي مرثد الغنوي رنسي وديسا. أبي مرثد الغنوي كان جاء مكون كناز بن حسين جانيني هو صحابي بدري إنما بدر هرماتي جان حليف حمزة بن عبد المطلب قصة إني قلتي حمزة ابن عبد المطلب قصة إساس سينجد جورا وتربه. شهد المشاهد كلها توفي سنة كذا وكذا. نعم. آية رضي الله عنه طالع قال نيجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقل إرقما الله تنقى خجوالتين لا تصلوا إلى القبور غرا قبروتاتي غرا قلتنيه صلاتنا مالي يوجدتي. وهذا في سد للذريعة وان بودا شركيتنا ما جيسو خرات تشوفوا كيسا جرابر يوت غرا قلتي صلاة ربما شيطاني وسواس قلبي كيسا دربي نامي تقبري كيسا جرو كان يوكين قبروتا خنان استعانة استغاثة طلب شيء منه. إذا كان روا بربادو ولي شيطاني ربما يفتح لك باب الشرك بر ولا شركي سرت بنو لساني مالا. وفي هذا حماية لحمى التوحيد وصد للذريعة. نعم. لا تصلوا إلى القبور غرق قبروتا تغرق قلتني صلاة ولا تجلسوا عليها. قبروتا رلين تاينا سقرات آفيس الرن تاينا أكنمتي سرن تاينا لأن قوله لا تجلسوا عليها مطلق إطلاق كوان تيفجتون
الرلي تاون حرامي حديث كان راواني نتي أرغنو غرا قبروتا تجيها قبرين جروت غرا غلني صلاة ورغما دا صلاني نما جلا بدا أما اللي دلي غرغدا نمتي تهاجت جودا من أعظم مكائد الشيطان التي كان بها أكثر ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة في القبور لا القرت حتى آل الأمر فيها إلى أن أبيد أربابها بود أدو قبري تقرأ قلت صلاة نمت قبري كيسا قبروت نما قيس شيطان جت رسول ربي كان ضد وان رسول ربي الراسل أرقكم ستروف أتي بود نما قبري قبروتهن نما تروف جتون حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله أو عبدت قبورهم وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح قال ابن حزم أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة ولا يسوء أحدا تركها قال فقهاء الحنابلة ولا يضر قبر وقبران لأنها لا تسمى مقبرة حتى يكون فيها ثلاثة قبور فأكثر فردا ولأن العلة عند هؤلاء الفقهاء لم تعقر قال الشيخ تقي الدين العلة هي ما يفضي إليه ذلك من الشرك ثم قال عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يجيب من الصلاة عند قبر واحد وهو الصواب وبهذا فإن الصلاة لا تصح في مسجد فيه قبر كانوا ما فو مسجد قبرين كيس جرو كيس يو صلاة نفيان تو ولو كان واحدا ودو قبرين ستو كليته أو كان القبر في مؤخر المسجد تكاو غرتيغا قبري يو مسجد دوبة إجراتس ما دام أنه داخل في المسجد ومسجد كيس تجرون صلاة نفيان تو النهي عن الجلوس على القبور حديث كان عن كيس قبرو ترتاون نورغما توزر أغراج رواه مسلم والله سبحانه وتعالى أعلم